السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض حواوشي البطاطس بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله تعجبكم. بصوا بقى، كان طعمه تحفه وبيقرمش كمان واحسن من بره. اول حاجه معايا هنا البطاطس، وهنقطعها مكعبات وهنسلقها في المية، وبعدين هنهرسها. ومعانا هنا بصل هنشوحه على النار اهو، وهنحط فلفل احمر، اي نوع بقى عندكم، عايزين مثلا فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل الوان، اي حاجة متوفرة عندكم. تمام، وهنقلب كده. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير وسبسكرايب. والبطاطس اهيت هنهرسها بقى. تمام، اهو بالشكل ده. نهرسها بقى كويس جدا. ومعانا هنا التوابل، معانا ملح وفلفل اسود وبابريكا ومرقة الدجاج، ولو عايزين تحطوا شطة حطوا براحتكم. تمام، وهنحط التوابل دي كلها بقى على الفلفل والبصل اللي احنا شوحناه. هنقلبهم كده مع بعض. ومعانا البطاطس اهيت، وهنحط عليها البصل والفلفل والبهارات. هنحطهم بقى على البطاطس ونقلبهم في بعض. ودي كده الحشوة اللي هي البطاطس اللي هنحشيها. هنعملها كده بايدينا علشان نعرف نقلبها كويس اهي. وبعدين هنجيب العيش بقى، اهو كده عملناها كلها. وهنجيب العيش بتاع الحواوشي هنفتحه كده ونحط البطاطس اهو. وكمية البطاطس دي اتعملت معانا ما شاء الله كذا رغيف. هنحشي بقى العيش كله اهو. ولو عايزين تزودوا برضو البطاطس في الرغيف عادي. نعملهم كلهم بقى كده. وجبنا
شوية زيت في طاسة مثلا، او عايزين تحطوه في الفرن، وشوحناه، وده بقى شكله. بصوا بقى بعد ما خلصناه، كان طعمه بصراحة كان طعمه حلو قوي، ولازم تجربوه. هنعمل بقى كله. بصوا بقى من جوه عامل ازاي. اهو. وقولولي بقى الحواوشي ده احلى اللي في البيت ولا اللي في المطاعم؟